مساء الخير. في عالم السينما في 3 أنواع من الفنانين. النوع الأولاني هو النوع اللي بيقدم أعمال ترفيهية بتناسب كل الجمهور بمختلف أذواقه. والنوع التاني هو النوع اللي بيقدم أعمال فنية جدا ومبتناسبش كل الناس. والنوع التالت هو اللي بيمزج ما بين النوع الأولاني والنوع التاني. المخرج الكبير كريستوفر نولان بينتمي للنوع التالت، اللي بالرغم انه قدم افلام قليله جدا مقارنه بمخرجين تانيين زي سبيلبرج وسكورسيزي وشريف عرفة، الا ان كل فيلم عمله يعتبر علامه في تاريخ السينما. واخر فيلم له، فيلم اوبنهايمر، محقق ايرادات عاليه ومتوقع انه يترشح لجوائز. وهنا بقى نيجي للسؤال: هو ليه نولان يعتبر من اهم المخرجين في تاريخ السينما؟ وايه هو سبب نجاحه؟ ما تيجوا نشوف. في 30 يوليو سنة 1970 في لندن عاصمة المملكة المتحدة اتولد كريستوفر نولان. أبوه كان شغال في شركة إعلانات، وأمه كانت شغالة مضيفة طيران. ومن صغر سنه كان بيحب الفن، وده بسبب شغلانة أبوه وسبب إن عمه وعمته كانوا بيمثلوا في التلفزيون البريطاني. وفي سنة 77 يتفرج على أول فيلم له في السينما، فيلم ستار وورز. وأول ما شاف الفيلم انبهر جدا. الله، إيه الكواكب دي؟ إيه السفن دي؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه الطعامة دي؟ وبعد ما الفيلم خلص راح لأبوه وقال له: بابا أنا عاوز كاميرا يا بابا. راح أبو نولان ما كدبش خبر، راح جاب له الكاميرا وقال له: اتفضل يا حبيبي، العب براحتك، يلا يا كريس ورينا هتعمل ايه. وبدأ نولان يصور افلام قصيرة، جاب شوية لعب كده وقعد يصورهم وهم بيتحركوا. وبعد ما خلص مدرسة دخل كلية آداب جامعة لندن، وده كان أذكى قرار خده لسببين. السبب الأولاني عشان يتعلم ازاي يكتب سيناريو، والسبب التاني انه قابل حبيبة القلب إيما توماس اللي اتجوزها بعد كده، وعملوا مع بعض شركة سين كوبي للإنتاج السينمائي، صاحبة اللوجو اللي قدامك ده، اللي انت أول ما بتشوفه في بداية أي فيلم تعرف إن انت بتتفرج على فيلم لكريستوفر نولان. وإيما توماس تعتبر المنتجة بتاعت كل أفلام نولان، حاجة كده زي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي كده. وبعد ما نولان اتخرج من الجامعة فضل يعمل أفلام قصيرة لحد سنة 98 لما عمل أول فيلم طويل له، فيلم فولوينج. فيلم متصور بالأبيض والأسود وبميزانية قليلة جدا، وجاب معاه أهله وعيلته قرايبه وأصحابه ونسايبه وفلذات أجداده علشان يمثلوا في الفيلم. وقصة الفيلم كانت مبنية على حادثة حقيقية حصلت لنولان، وهي سرقة بيته. والفيلم لما اتعرض على المهرجانات كسب جوائز. وبعدها بسنتين جوناثان نولان أخو كريستوفر نولان يعرض عليه فكرة فيلم هتكسر الدنيا. في الوقت ده جوناثان نولان كان بيكتب قصة قصيرة مبنية على حالة نفسية كان درسها في محاضرة في علم النفس اسمها ذاكرة قصيرة المدى أو ذاكرة السمكة. كريس عجبته الفكرة وقرر يعمل الفيلم. ينزل فيلم ميمنتو، فيلم معمول بميزانية أعلى من فيلمه اللي فات، ولكن مش بنفس مستوى ميزانية أفلامه اللي هتيجي بعد كده. والفيلم بيتكلم عن واحد شغال في شركة تأمين بيهجم على بيته مجموعة حرامية ويقتلوا مراته ويخبطوه خبطة جامدة تخليه يصاب بذاكرة قصيرة المدى أو ذاكرة السمكة، بمعنى إنه فاكر كل حاجة قبل الحادثة ولكن بعد الحادثة ما يقدرش يعمل ذكريات جديدة. فيصور الأماكن اللي بيروحها والناس اللي بيقابلهم ويكتب حاجات على جسمه علشان يقدر إنه يتعايش مع الحالة النفسية اللي هو فيها دي. الفيلم نجح جدا، وعرف الناس إن في مخرج جديد في الساحة اسمه كريستوفر نولان. ده غير إن علماء الأعصاب مدحوا في الفيلم بسبب دقة وصفه لمرض ذاكرة قصيرة المدى.
وبالمناسبة الفيلم ده تم اقتباسه عندنا واتعمل فيلم فاصل ونعود لكريم عبد العزيز، وبعديها بسنتين اشتغل نولان في شركة وورنر براذرز ويعمل تاني فيلم له، فيلم انسومنيا، فيلم بميزانية أعلى، والمرة دي يجيب معاه 2 عتاولة، الباتشينو وروبن ويليامز. والفيلم بيتكلم عن ضابط بيتبعت لمأمورية في ألاسكا عشان يحقق في جريمة قتل حصلت هناك، وفي يوم من الأيام وهو بيجري ورا القاتل بيصيب زميله بالخطأ، وده بيأنب له ضميره ويفكره بحاجة قديمة كان عملها قبل كده، وده بيصيبه بالأرض، خصوصا إن وقت أحداث الفيلم الشمس ما بتغيبش عن ألاسكا خالص. الفيلم نجح جدا، وبرضه زي فيلم ميمنتو العلماء مدحوا في الفيلم بسبب دقة وصفه لمرض الأرض. والمخرج للفيلم الأصلي، وبالمناسبة اللي ما يعرفش المعلومة دي، الفيلم ده أساسا كان إعادة إنتاج لفيلم نرويجي نزل في التسعينات برضه بنفس الاسم. المخرج بقى بتاع الفيلم الأصلي مدح في الفيلم بسبب إنه ضاف حاجات ما كانتش موجودة في الفيلم الأصلي. وبعديها شركة وورنر براذرز بتعرض على نولان مشروعين. المشروع الأول هو فيلم سيرة ذاتية لرجل الأعمال الأمريكي المشهور هاورد هيوز. واللي ما يعرفش مين الراجل ده هو توني ستارك الحقيقي قبل إيلون ماسك. ونولان فعلا كتب السيناريو للمشروع ده، ولكن بعد كده نولان لغى المشروع بسبب نزول فيلم افيتور لليوناردو دي كابريو واخراج المخرج الكبير مارتن سكورسيزي، واللي بيتكلم برضو عن نفس القصة. والمشروع التاني هو فيلم مبني على أسطورة حصان طروادة، ولكن نولان رفض المشروع بسبب انه لسه في البدايات ولسه ما عندوش الخبرة الكافية انه يعمل افلام بميزانيات ضخمة. بس ده طبعا بالنسبة لوقتها، طبعا الراجل بعد كده عمل افلام بميزانيات ضخمة وده هنشوفه بعد كده. ولكن بعد كده المشروع بيتعمل ويبقى اسم المشروع ده فيلم تروي لبراد بيت، اخراج المخرج الالماني وولفجانج بيترسون. ولكن بتيجي فرصة الحظ لنولان لما شركة وورنر براذرز تقرر ان هي تعمل ريبوت لسلسلة افلام باتمان، ونولان يتشد للمشروع ده بسبب انه بيحب باتمان من وهو صغير. وكانت الشركة متخوفة ان المشروع ده يفشل بسبب ان اخر فيلم اتعمل لباتمان، فيلم باتمان اند روبن، فشل بشكل كبير جدا سواء نقديا جماهيريا وتجاريا. فيقرر نولان انه يخلي باتمان قريب من الواقع شوية ويركز اكتر على بدايات باتمان وعلى صراعاته المعقدة. وفي 2005 ينزل فيلم باتمان بيجنز ويحقق ايرادات عالية جدا ويكسر الدنيا، ويدي ثقة لنولان انه يقدر يعمل افلام بميزانيات ضخمة. وفي السنة اللي بعديها نولان يعمل فيلم برستيج المبني على رواية بنفس الاسم، بيجيب معاه كريستيان بيل وهيو جاكمان. والفيلم بيتكلم عن السحر والعاب خفة اليد وقصة صراع بين 2 سحرة كل واحد فيهم عاوز يعلي على نفسه ويعلي على التاني لدرجة الجنون. والصراع كان مبني على الصراع اللي حصل ما بين نيكولا تسلا وتوماس اديسون. من الاخر كده باتمان ضد وولفرين. والفيلم نجح ولكن مش بنفس مستوى نجاح باتمان بيجنز. وفي 2008 يكسر الدنيا نولان بفيلم ذا دارك نايت الجزء الثاني من فيلم باتمان بيجنز. وطبعا مش محتاج اتكلم عن الفيلم لان الكلام عن الفيلم قتل فيه بحثا، واقول ايه ولا ايه. هتكلم مثلا عن الاعداء العبقري للراحل هيث ليدجر في دور الجوكر، ولا عن فلسفة قصة الفيلم. الفيلم لحد النهاردة يعتبر من اعظم افلام السوبر هيروز، ده اذا ما كانش اعظمها، ومن اعظم الافلام على الاطلاق لدرجة انه واخد المركز رقم 3 في قائمة احسن 250 فيلم في IMDb بعد شوشانك ريدمشن وجاد فازر الجزء الاولاني. وفي 2010 نولان يحقق الحلم بتاعه، فيلم انسبشن بطولة ليوناردو دي كابريو، فيلم
بيتكلم عن واحد حرامي بيدخل جوه اللاوعي بتاع الناس عن طريق الأحلام، وبيسرق أفكارهم وأسرارهم لحساب شركات تانية، وبيتبعت في مهمة لزرع فكرة جوه شخص معين. الفيلم نجح جدا وكسر الدنيا، وكان مليان حركات وشقلباظات ولعب بالدماغ، وطريق بيقعد يرتفع كده لغاية ما يوصل هنا، والناس عمالة بتطير وسلالم عمالة بتتقلب. لا الفيلم كان ضرب نار بمعنى الكلمة بصراحة يعني. ده يكفي ليوناردو دي كابريو يا جدعان. ليوناردو دي كابريو عاوز تنجح أي فيلم هات ليو، لا مش ليو ميسي، ليو ده. وبعديها بسنتين نولان ينزل الجزء الثالث والأخير من ثلاثية باتمان ذا دارك نايت رايسز، ويجيب معاه توم هاردي في دور بين، والفيلم ينجح جدا ويكسر الدنيا وينافس فيلم سوبر هيرو تاني وبرضه مكسر الدنيا، وهو فيلم افنجرز الجزء الاولاني. ومناسبة فيلم افنجرز، شركة وورنر براذرز بعد نجاح فيلم افنجرز قرروا انهم عاوزين يعملوا عالم سينمائي شبه عالم مارفل السينمائي كده، ويدوا الفكرة لنولان. ولكن نولان رفض بسبب انه ما بيحبش يعمل افلام معتمدة بشكل كبير على المؤثرات البصرية. ولكن ديفيد إيس جوير اللي تعاون مع نولان في كتابة ثلاثية باتمان ذا دارك نايت عرض عليه سيناريو لفيلم سوبرمان، ونولان وافق ووكل وظيفة الإخراج لزاك سنايدر مخرج 300 ووتشمان. بينزل فيلم مان اوف ستيل في 2013، وفي سنة 2014 نولان ينزل فيلم انترستيلر ويكسر الدنيا برضه. يا عم بالراحة عليك يا نولان، بالراحة عليك يا عم، قد الدنيا شوية وصلي على النبي كده، ده انت فاضل شوية وتكسر الكاميرا. المهم الفيلم بيتكلم عن رائد فضاء بيتبعت لمهمة عشان يدور على كوكب صالح للحياة عن طريق استخدام الثقب الأسود للسفر لعدة مجرات. علماء الفيزياء مدحوا في الفيلم ده بسبب دقة وصفه لظاهرة الثقوب السوداء، والتصوير نولان للفيلم وكأنه مهمة حقيقية في الفضاء. وفي 2017 نولان يقرر يخرج بره جو الخيال العلمي والعلوم والمغامرات ويعمل فيلم دانكر، فيلم مبني على حادثة حقيقية حصلت في الحرب العالمية الثانية، وهي هجوم الجيش الألماني على ميناء دانكر، وهروب كتير من الجيش الإنجليزي والجيش الفرنسي، ومحاولة البحرية الإنجليزية لإنقاذ الجنود. وسبب الحادثة دي رئيس الوزراء الإنجليزي وينستون تشرشل يعلن الحرب على ألمانيا. الفيلم نجح جدا لدرجة إن ستيفن سبيلبرغ مخرج فيلم سيفينج برايفت راين مدح في الفيلم. نيجي بقى ل 2020 وما أدراك من 2020. طبعا مش محتاج أقول لكم إيه اللي حصل يومين، الكورونا والحظر والحبسة في البيت، وده سبب في إن أفلام كتير جدا اتأجلت، من ضمنهم فيلم نولان اسمه تينت. نولان قرر إن أول فيلم ينزل بعد الحظر هو فيلم تينت، كان فرصة إن الناس كلها ترجع للسينما تاني. والفيلم عبارة عن حاجة شبه أفلام جيمس بوند، ولكن بسفر عبر الزمن وحركات وشقلباظات وحاجات بترجع لورا زي كليب منايا بتاع مصطفى قمر. والفيلم عكس أفلام نولان اللي فاتت معجبش كل الناس. في ناس عجبها الفيلم بسبب الأكشن والحركات والشقلباظات بتاعته، وفي ناس معجبهاش الفيلم بسبب القصة المعقدة جدا مبالغ فيها والإيديتنج وإن الفيلم ما كانش فيه روح. من الآخر كده الفيلم ما كانش فيه روح من الآخر كده. والناس حست إن نولان طموح جدا قوي زيادة على اللزوم في الفيلم ده، لحد ما وصلنا لفيلم اوبنهايمر اللي بيتكلم عن روبرت اوبنهايمر اللي عمل القنبلة النووية اللي اترمت في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية. وأكيد سمعتوا إن نولان فجر قنبلة نووية حقيقية على أساس إن النووي بيتباع في مصقع قاصفة على وائل القرموطي. معلش إحنا بنتكلم. تعالوا بقى نيجي لأسلوب كريستوفر نولان. لو جينا نوصف كريستوفر نولان
فنولان ما يعتبرش مخرج، انما هو اقرب كفيلسوف. الراجل بيستخدم الوقت كعنصر اساسي في افلامه، مرة عشان يخليك تندمج في افلامه زي فيلم ذا دارك نايت، ومرة عشان يقعد يلعب بيك ويلعب بعقلك وتحاول انك انت تحل قصة الفيلم كأنها لغز، زي في فيلم انسبشن وزي في فيلم برستيج كده. ده غير ان نولان بيتكلم عن مواضيع تانية زي تأنيب الضمير ونسبية الواقع ولعنة المعرفة والصراع ما بين المنطق والعاطفة وعن معنى الحياة اللي احنا عايشينها. ده غير انه بيشجع على السينما الحقيقية اللي ما بتعتمدش بشكل كبير على الجانب البصري، انما بتعتمد على القصة وعن ان انت تقدم حاجة تفيد الناس. وبس كده، نشوفكم في فيديو جديد. سلام.